في لحظة مثيرة لا تنسى تحطمت القلوب وذرفت العيون دموع الوداع. كيف يمكن لرجل أن يبكي بحسرة بعد خسارة بطولة ولآخر أن يبتسم بغموض؟ ماذا حدث في الكواليس؟ تابعوا معنا لتعرفوا تفاصيل المشاهد المؤثرة التي لا تنسى في مباراة البرتغال وفرنسا. فيلم ملطخة بالدماء. عشق سبيد لكريستيانو رونالدو يظهر جليا في هذه اللحظات، حيث لم يخجل يوما من إظهار حبه للدون في كل مناسبة. معا حتى النهاية، تفاصيل حوار بيبي الباكي مع رونالدو بعد وداع يورو 2024 عقب خسارة البرتغال وخروجها من بطولة كأس أوروبا. احتضن كريستيانو رونالدو صديقه المخضرم بيبي الذي دخل في نوبة بكاء، وخلال هذا العناق دار بينهما حديث مؤثر حيث شكر بيبي رونالدو قائلا: شكرا لك على كل شيء يا أخي. ليرد عليه الدون: كل شيء من أجل البرتغال. ويختتم بينما واصل رونالدو تحطيم الأرقام القياسية رغم غيابه عن التسجيل في هذه النسخة. بمشاركته في يورو 2024 أصبح رونالدو الأكثر مشاركة في نسخ مختلفة من البطولة، وحافظ على رقمه كأكثر من صنع تمريرات حاسمة في تاريخ اليورو. رونالدو يظهر ابتسامة غامضة بعد إقصاء منتخب البرتغال من البطولة، تاركا المتابعين يتساءلون عن الأفكار والذكريات التي تجول في ذهنه. هل هي ابتسامة سخرية من قسوة القدر، أم هي تعبير عن امتنان لمسيرة حافلة بالإنجازات، أو ربما شعور بالتحدي والإصرار على العودة بقوة في المستقبل؟ مع كل خطوة على أرضية الملعب تعود ذكريات الماضي لرونالدو إلى لحظات مجده. يرى نفسه يقود البرتغال نحو لقب بطولة أوروبا، ملهما زملائه بروح الشباب رغم إصابته. يتذكر هدفه الأسطوري ضد مارسيليا مخالفا قوانين الفيزياء بمهارته الاستثنائية، ويستعيد هدف يوفنتوس المذهل مثبتا قدرته على إبهار الجماهير ببراعته. رونالدو يتجه ببصره نحو السماء معبرا عن امتنانه لله على كل ما حققه في مسيرته. يرى في لقب بطولة أوروبا مكافأة معنوية تعادل كل ما حصده من ألقاب وشهرة وثروة، ويدرك قيمة الإنجازات التي حققها مع منتخب بلاده، تاركا بصمة خالدة في تاريخ كرة القدم. لا أحد ينكر أن رونالدو واجه بعض التحديات في السنوات الأخيرة، لكن إنجازاته تبقى استثنائية. حتى ولو تم حذف جزء من مسيرته سيظل يصنف كأحد أفضل المهاجمين في تاريخ اللعبة. رونالدو يعد أسطورة كرة القدم، رمزا للإلهام لملايين الأشخاص حول العالم. سيبقى مصدرا للتقدير والامتنان لمسيرته الحافلة بالإنجازات، تاركا إرثا يلهم الأجيال القادمة.